معلومة. هذه نصيحة. الله الرعيدة نصيحة. تعال يا وليد تعال. سم. هذه أصحاب الرحلات الكشافة الرسالة ذي استخدام الذرة واستخدام الدافور. أهم نقطة ابتعد عن مصادر الاشتعال، يعني ما توقف عند الموتر وتحط قدرك اللي هو دافورك. ثاني شيء مسألة لفة الذراية بهالشكل هذا تكتمه وثم تزعقه. هالشكل هذا يسخن معك كان يعني ما يصلح كذا. الحين ناظر الحرارة تنزل تحت الاسطوانة، لا سمح الله صار أي خلل أو زاد ضغط الحرارة تنفجر. ننكتب عليه على الغاز على الدبة. وفي نقطة مهمة، اسطوانات الغاز فيها نظام حماية وكلها محاصرة على مواصفات المقاييس. أول نظام حماية اللي هو البلت هذا لو زاد الضغط ينفجر، مو بينفجر انفجار الاسطوانة، فرغ غاز. حلو. وفي نقطة مهمة الصيانة، عندك المفتاح هذا إذا فتحته فيه قطعة استهلاكية وكثير يجهلها. نفتحها لكم اللي هي هالربلتين هذول. الربلتين هذه قيمتها بسيطة لكن تجهل ودائما يشب من تحت هالنقطة دي. طبعا الدراية لازم تصير مفتوحة. الدراية مفتوحة وصيانة المفتاح لأن هذه مهمة. وفي نقطة بتكلم عنها، مواصفات المقاييس الدبات الرديئة موجودة في السوق بكثرة، لازم فيها كود. يعني لازم كل اسطوانة تاخذها تتأكد انها علامة الجودة عليها، صح ولا لا؟ اي نعم. وفي تطبيق لهيئة مواصفات المقاييس تتأكد من المنتج حاصل على علامة الجودة واسمه صحيح، لأن في تزوير. وش اسم التطبيق؟ تأكد. اي تجي عند الكود حق اللي هو هذا الباركود. اي نعم. سجله بالشكل هذا بس. قرأ الحين الكود يطلع لك BKL القياس الوحدة والصنف. المنتج حاصل على علامة الجودة. أهم شيء صحيح، حتى الرؤوس الدوافير فيها برضه شهادة جودة تأكدوا منها. يعني تحرص إنه ياخذ أصلي، ما ياخذ شيء مضروب. ياخذ شيء أصلي، ياخذ شيء معتمد من هيئة المواصفات ومجرب. وأنا سبق زرتهم وشفت هالمواصفات دي كلها مسجلة عندي. عبد الله خلصنا من الدافور وعلامة الجودة وخلصنا من الدراية ولا الشغل هذا، وش بعد عندك؟ الوقاية خير من العلاج. الأدوات هذه مهمة في كل سيارة، ونصيحة هذه تراها بعضهم يهملها. هذه لا سمح الله لو أي اشتعال بسيط طفاية صغيرة دي تفيدك. وغير كذا أنا راي خطوط ما شاء الله، يعني دائما نواجه دبابات أو تريلات يحترق إنه بيدك أنت تقدر بس تطفي النار وهي صغيرة لعلها فاضية أو ما معك. يا سلام ما تكلف شيء رخيص. ترى ب 40 ريال. نعم. هذه عندك إسعافات أولية وفيها كلها يعني احتراق شيء جرح تمشي عمرك لين توصل المستشفى. هذه معك أنت السيارة؟ هذه دائما نطلعها. وللمعلومية ترى لها اكسباير، مو بتخليها تنساها سنين، تجددها كل فترة يعني كل سنة. حلو. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. شوف نبيك كل ما جيت تعطينا أنا هذا ما جيت عطنا يا أخي